جدعان عايز اتكلم في موضوع، بس عشان ايه الموضوع ده زاد عن حده خالص. العشرة المقطوعة يا جدعان، العشرة المقطوعة بالله عليكم. يعني ده عايز يلبسها ده وده عايز يلبسها ده ومش عارف ايه، والدنيا ايه هي داير على كده. تمام، دي الشايب بتاعنا. بس المشكلة ان في حاجة، يعني ده ربنا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني دي مش امانة انك تيجي تديني كده، انت خنت الامانة اللي ربنا عهدك بيها. تمام. وتاني حاجة يعني برضو ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طب ما انت كده بتلبسني كده، انت يعني انت بتقبل الحرام على نفسك، ما هو دي حرام. تمام. يعني ده سيدنا محمد قال عليه افضل الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فانت بتغش، يعني انت بتغشني كده، يعني انت جاي وبتعملها لي كده ومش عارف ايه، فانت بتغشني كده يا صاحبي. فتيجي ربنا، يعني لو انت لبستها لي وانا اخدتها، اللي عند ربنا ما بيروحش. فليه يعني ليه على 10 جنيه تكسب سيئات؟ مش عارف هتوديك فين بعد كده. اما انا على كده اعتبرها اهي خسرانه. اما انا حرام عليا لما البسها لحد تاني. طبعا انت يعني الخساره اللي ما تقبلهاش على نفسك ما تقبلهاش على غيرك. والمكسب اللي عند ربنا احسن من المكسب دي. يعني دي ملهاش لازمه. هيجي يوم كده هيبقى ملهاش لازمه، هيبقى عملك هو اللي ليه لازمه. انك اتجيت ربنا فيا ومش هتديها ليا مثلا، لا ده ربنا يضاعفك رزقها. ليه يعني؟ انا والله العظيم ما عارف، انا اقسم بالله ما عارف. ربنا يصلح حال الناس واصلح حالنا، علشان انا جضيت.